وهي بتختار فستان فرحها بتشوف ان خطيبها واقف ومعاه بنت تانية وكانت رايحه له، بس البياعه بتوقفها وبتقول لها ما ينفعش تخرجوا الا لما تدفعي ثمن الفستان. ولما بتشوفه جاي بتتسخبى على جنب عشان تعرف مين دي. وبعد ما بيدخلوا البياع بتقول لهم عايزين ايه، وبيقول لها عايز فستان فرح ليها، وبتقول له دي معزومه ولا هتبقى مراتك، وبيقول لها لا دي مراتي. والبنت التانية بتكون واقفه ومستغربه جدا عشان المفروض هيتجوزها هي الاسبوع اللي جاي. وبعد ما بيمشوا البياع بتسالها انت استخبيتي ليه، وبتقول لها عشان ده خطيبي والاسبوع اللي جاي فرحنا. والبياعه نفسها بتتصدم، فالبياع بتديها رقم واحد وبتقول له ده رقم واحد هيعرف لك ايه الموضوع ده بالظبط. وفعلا بيتكلموا عشان يسرق محفظته، بيحط فلوس على الارض وبيطمع في الفلوس وبياخدها وبيحطها في المحفظه، بس هو ماشي ما يعرفش ان الفلوس اللي لقاها كان فيها حبل، وبيشد المحفظه وبياخدها. ولما بيروح يبصوا فيها بيلاقوا في المحفظه فلوس وبيرموها في الزباله، وبيرموا كمان صورته في الزباله. وهم اصلا كانوا بيدوروا على اي حاجه تخص البنت اللي معاه بس ما بيلاقوش اللي هم عايزينه. وبيطلع فار وبيقول لها لسه في خطه تانية. بعد كده وحبيبته في الشغل لما بتفتح العلبه بتلاقي فيها فار وبتصرخ، فبيجي واحد وبيقول لهم امشوا بسرعه عشان عايزين نعقم الشركه. وبعد ما بيمشوا بيتكلم في التليفون وبيقول لهم الخطه نجحت، وبيدخل بقى على الكمبيوتر بتاعه وبيعرف ان هم هيتقابلوا في الفندق. بعد كده لما بيشوفوهم داخلين الاوضه بيخبي البنت في الترابيزه عشان يعمل لهم مفاجاه تظبطه.